الإيرانيون يصرون على أن العراق مسجد كبير أو حسينية كبيرة أو حوزة دينية كبيرة تديرها العمائم وتديرها الطائفة الشيعية، والجميع ينبغي عليه أن يقبل بعراق شيعي، بعراق شيعي. ولذلك جواب روحاني عندما نزل إلى بغداد ذهب إلى زيارة الإمام الكاظم قبل أن يذهب إلى القصر الجمهوري وقبل أن يذهب للقاء بأي سياسي. بالحقيقة الإيرانيون يتعاملون مع العراق بعنجهية وعجرفة، ولكن دعني أقول لك بأن سياسات إيران العنجهية هذه بدأت تعكس نتائجها في الشارع العراقي، وواضح جدا الآن مزاج العراقيين وخصوصا الشيعة يرفض هيمنة إيران وسطوتها على القرار السياسي والأمني. طيب. الآن يوجد تخوف لدى العراقيين من طبيعة الصفقات والتعاقدات التي توشك أن تجعل العراق مرتهن اقتصاديا أيضا للمصالح الإيرانية. طيب، أروح للشيخ حيدر اللامي عضو ائتلاف دولة القانون باللي تفضلت به أستاذ غيث. شيخ حيدر أرحب بك معانا. زيارة روحاني ولقائه بالمرجع السيستاني هو إعلان إيراني بمثابة إعلان إيراني بقبول شروط الولايات المتحدة الأمريكية. السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم. تحية لجنابك. وعلى الأخوة المشاهدين والمشاهدات. طبعا الصوت شوية يتأخر عندي. بالبداية أود أن أقدم مقدمة خاصة على أنه زيارة السيد روحاني كما وصفها رئيس الوزراء بأنها مفصلية وتاريخية وتصب بمصلحة الشعب العراقي والحكومة العراقية وكذلك السياسة العراقية، حيث أن هذه الزيارة كانت بمثابة تتويج للجهد السياسي العراقي من قبل رئيس أكبر دولة في المنطقة وأقوى دولة في المنطقة وأكثر دولة متطورة علميا واقتصاديا في المنطقة. لذلك تختلف هذه الزيارة عن زيارة الرئيس الأمريكي ترامب عندما دخل العراق بعنجهية التي وصفها الأخ التميمي، انه العنجهيه ظهرت من الرئيس الامريكي عندما لا، وظهرت ايضا بزياره روحاني. شيخ حيدر العراق مو حمله دار يخلصها بروسنا زيارات الاضرحه وائمه وملتقي برجل دين هنا وبرجل دين هناك. العراق مو حمله دار، هذا العراق العظيم. على اساس انا اختزله بهذه الزيارات وتجاهل ساستنا. أتمنى أن يسع صدرك إلي حتى أوصل الشيء اللي أنت تحب توصله. أكو أشياء رسالة وأنت والأخ التميمي تحب توصلوها، أنا أحب أن أوصل الواقع اللي أراه أنا، مثل ما أنت لك رؤية أنا إلي رؤية. طيب. الرؤية أنه أول شيء الشيخ روحاني رجل عقائدي، يعتبر أنه الإمام الكاظم والإمام الجواد هم تاج بغداد، وهو تاج بغداد، أسد بغداد، يعني هذا المكان المقدس. فهو رجل عقائدي. أول ما نزل ذهب لزيارة الإمامين، وبعدها دخل إلى القصر الجمهوري وأدى ما عليه باحترام وانحنى أمام العلم العراقي الذي عندما دخل الملك الإسباني حتى ما يعرف العلم العراقي، أتى بعلم العراقي في زمن النظام السابق، رفع العلم العراقي الملك الإسباني. وعندما أتى السيد روحاني التقى بالسيد المالكي والتقى برئيس الجمهورية والتقى بالصحفيين والتقى بشخصيات عراقية، وزيارته إلى كربلاء، وذهب إلى زيارة النجف الأشرف والتقى بالمرجع الديني الكبير سماحة السيد علي السيستاني، وهو صمام أمان العراق وليس للشيعة كما تصوروه. السيد السيستاني كلامه واضح وطريقته هذا اللي صور العراق شيعي سيد حيدر. إيران اللي تصور إنه العراق مثل ما قال السيد غيث التميمي لا اسمح لي، جامع حسينية.
هذا اشتباه مثل ما الشيخ يصور انه الاخوه السياسيين اتوا بالقتل والقتال وله صوره هو وكان معمم ورافع القاذفات والبيكيسيات وواقف الحرب الطائفيه هو كان احد رجالها، ويصور السياسيين الذي كانوا يقودون هذه حملات القتل والقتال. نحن عندما نتكلم عن أن السيد روحاني أتى بمشاريع كبيرة على الأرض العراقية، منها أتى بمشاريع التي هي لها دور في بناء العراق، سكك حديد، كذلك بناء البنى التحتية للعراق في جميع مجالات الحياة. ما يقارب 20 مليار دولار سوف يطرحها السيد روحاني في العراق، ومعه لفيف من الوزراء وحتى مدير المصرف المركزي الإيراني. لكن زيارته انه تأول على انها زيارة كذا لسماحة السيد السيستاني. السيد السيستاني لا يختلف اي عراقي. لا تؤول شيخ حيدر، لا تؤول، لكن تعال ايران سابقا. انت تأولها. لا شيخ حيدر، لا ما اولها. انا لو بدي اولها اسمح لي شيخ حيدر، اسمح لي. انا لو بدي اولها ما استضيفك، انا اطلع وحدي، انا اطلع وحدي واول براحتي، بس هذا أنا مو شغلي، انا محاور محايد. رايك وراي الاستاذ غيث اراء محترمه، بس اذا نحكي على المنفعه والتبادل ماكو محايده هنا برايك اكيد. إذا نحكي عن التبادل التجاري وعن السلع اللي أنت تتفضل بها حضرتك وعن البنى التحتية، 15 سنة صار إيران شايفة من عندها غير السايبة والزولية الكاشان والمخدرات اللي توصل من الحدود. سؤال ممتاز. قبل فترة التقى السيد السفير الإيراني مع بعض من الإعلاميين العراقيين وبعض من الشخصيات العراقية. قال لهم أنا أتعجب عليكم أنه أنتم تطلبون من عندنا بيض أو أشياء بسيطة، لما لا تطلبوا من عندنا الأشياء اللي هي تخصك العلمية؟ أنا عندما يذهب تاجر يريد أن يأتي بسيارة مجرد أنه يلفلفها ويذبها على الشعب العراقي، مو مشكلة الجمهورية الإسلامية، مو مشكلة الجمهورية الإسلامية، مشكلة هذا التاجر. هي ثانيا هي ليست هذه السيارة مو طلب الحكومة العراقية وطلب تجار الجمهورية الإسلامية، تطور علمي على أعلى مستوى. أنا عندي تقرير إذا تريد أبعث لك إياه، تقرير في عام 2011 وبالضبط في 9 من أيلول، عندما سيطرت إيران على طائرة مسيرة أمريكية وآخر إصدارات أمريكا. الأمريكان هذا البحث عندي من أمريكا يقول نحن تعجبنا إلى أي مدى علمي واصلة والتكنولوجي واصلة الجمهورية الإسلامية، بشرط أنه سيطرت على هذه الطائرة وأنزلتها على أرضها سالمة. هذا التطور العلمي مو مشكلة الجمهورية الإسلامية أنه أنت ما بنستفاد من عنده. شيخ حيدر صار لك ساعة تلف وتدور، قابلية أن توصل إلى هذه المراحل. شيخ حيدر أريد تدافع عني مثل ما تدافع عن الجمهورية الإسلامية، الله عليك دافع عني ريح قلبي، دافع عنا احنا العراقيين، احنا اللي مظلومين. ليش ندافع عن إيران وصار لك ساعة تدافع عن إيران؟ دافع عني والله أنا ابن الخايبة، دافع عني. أدافع عن الحق الجمهورية الإسلامية، أنا أدافع عنها بصفتها الدولة القوية المدافع عن بيضة الإسلام. يعني هساني مو مسلم؟ دافع عن الإسلام مثل الجمهورية الإسلامية. أحق بالدعاء أقرب إلك، مو أحق أنا بالدعاء؟ لا. طيب خلينا نروح. لا ماكو نوع للقرب. أنا عندما أدافع عن الجمهورية الإسلامية أنا أحب الجمهورية الإسلامية، أنا أعلن هذا. أنا ضد أمريكا وضد التواجد الأمريكي وضد كل من ضد الجمهورية الإسلامية. طيب. وهذا شيء أعلنه أنا. طيب. وعالنا قبل إلك. طيب ورأيك محترم، وهذا من دواعي سروري بالضبط، وهاي حرية شخصية أنا أحترمها، واعتقد ايضا الاستاذ غيث التميمي ايضا يحترمها. خلينا نروح للاستاذ غيث التميمي نشوف الزياره روحاني بالنجف دون ما يلتقي بالسيد مقتدى الصدر. يمكن اكو تسريب يقول انه السيد الصدر ما راضي عن هذه الزياره،
بسبب عدم رضاه ما استقبل روحاني. لا للتأكيد إلك عفوا وأنا لا مو لك السؤال. السيد الصدر مو لك السؤال. خارج العراق، سماحة السيد الصدر خارج العراق، ماكو شيء يأكد خارج العراق. تفضل سيد غيث. لا أنا أأكد لك من مصادر يعني مقربة. يعني ما أعرف أصلا يعني هسه بغض النظر السيد مقتدى الصدر مع احترامي الكبير يعني سواء كان بالنجف أو كان خارج النجف، يعني هو لقاءه ويا روحاني هو الموضوع شخصي، يعني ما له علاقة بالأمور الشخصية. سيد مقتدى الصدر زعيم عراقي وعنده تيار جماهيري واسع، مثل ما يعرفون يصدرون بيانات ويبينون موقفهم من زيارة ترامب، يقدرون يبينون موقفهم من زيارة روحاني. يعني هذا أنا ما قاعد أتكهن على سيد مقتدى الصدر شنو راح يسوي، ما له علاقة بهاي الأشياء. أنا اللي يهمني روحاني إجا للعراق ينفذ اتفاقية ملزم مرغم، مو مثل ما يوصفه أخينا فضيلة الشيخ. الموضوع حول لنا إياه إلى يعني على قولة أديب العرب عين الرضا عن كل عيب كليلة لكن عين السخط تبدي المساوية. يعني الشيخ سوانا حتى أمريكا تستعين بإيران حتى تطور تقنياتها المعلوماتية. يعني هذا طبعا حديث مع رجال دين متعودين يقعدون على المنبر ويقولون للناس إذا واحد ما أدري شو يسوي يسمع أغنية فكأنما نكح أمه على ظهر الكعبة 7000 مرة. فطبعا اللي يعرف ذي شيء يآمن بيها يآمن بهاي يعني. بس الواقع يقول انه تغريده على تويتر من ترامب سقطت التومان الايراني وخلتهم يجدون يعني. فاحنا نمشي ورا الواقع، احنا ناس ما مأزومين، ما داخلين بهذا الوهم الديني اللي يخليني انا اشوف شكو دوله لابسه عمامه امشي وراها مغمض وافلش بلدي ومصالح شعبي واموتهم من الجوع وسلاحك وتقاتل ورا خامنئي ليش وهم ديني؟ سيد غيث استاذ غيث ليش وهم ديني؟ وهم ونص وخمسة. ليش؟ لا مو وهم، أغلبية شيعية تنكر أغلبية شيعية تحكم العراق، أغلبية شيعية جائعة العقائدي حتى عرفنا غيث التميمي اللي قاعد بلندن. لا غيث التميمي ما قاعد بلندن، غيث التميمي مخليهم ليلهم ما ينامون ببغداد. غيث التميمي مخلي ليلهم ما ينامون ببغداد، مو قاعد بلندن. هذا واحد. اثنين، في زمن صدام كانوا هم قاعدين بلندن لا ينسون تاريخهم. ثلاثة، العراقيين الشيعة الأغلبية هم أغلبية من المظلومين والجياع والفقراء واللي قتلت آبائهم وأولادهم وبيوتهم هي عبارة عن بيوت للأيتام والأرامل. بيوت الشيعة كل الشيعة منكوبين من 2003 إلى الآن، لم يبقى بيتا شيعيا في العراق إلا وهو بيت منكوب وعائلة منكوبة، باستثناء المراجع الدينية ما صارت عندهم نكبة لما مات واحد من أولادهم، والمعممين الكبار القادة اللي يحكمون البلد العمائم الأسطورية هذه الكبيرة ما حد عندهم تضرر ولا منكوبين. إضافة إلى القادة السياسيين الكبار ما حد بيهم صار عنده أي نكبة ولا تعور ولا داخ ولا ضايج. وكذلك زعماء الميليشيات، قادة الميليشيات الذين يدعون الناس للحرب والجهاد، ولا واحد منهم عائلته تضررت لأن أغلبهم عوائلهم في بيروت وفي طهران وفي لندن وغيرها. فهم مرتاحين. بس الشيعة لا والله، الشيعة ميتين من الجوع، والشيعة فقراء، والشيعة الذين يدافع عنهم الآن، اللي يدافع عنهم اليوم السيستاني واللي يدافع عنهم أنت وأني وكل المظلومين والفقراء بالعالم يتعاطفون مع الشيعة. بس تعال أقول لك، الشيعة لما تصادر إرادتهم سياسيا بيد مجموعة من رجال الدين، بعضهم والبعض هذا الأقلية، البعض الأقلية هم مرتزقة يأخذون بالتومان ومستعدين يخلون القرآن والإسلام على قياسات خامنئي ومصالح إيران. والبعض الآخر لا والله هم غشمة، ناس بسطاء جهلة ما يقدرون يميزون بين السايبة وبين الفورد، ما يقدرون يميزون بين السايبة وبين البي ام دبليو. بس هو يعرف. أنا أتحدى طبعا حتى أخينا جناب الشيخ يتحدث عن عظمة إيران الصناعية، بس الموبايل مالته آيفون، يستخدم موبايل آيفون أمريكي، ما يستخدم الموبايل الإيراني. ليش؟ لأن يدري الصناعة الإيرانية ما تخدمه. التلفزيون اللي مو آيفون ما يستخدم صناعة. والسيارة
ايه ما يخالف تستخدم سامسونج، بس هو نفس الصناعه ونفس العالم الحر، يعني ما تستخدم موبايل ايراني ولا تركب سياره سايبه ايرانيه. سياراتهم اللي يركبونها بما فيها روحاني هي لو بي ام دبليو، لو مرسيدس، لو يركب الفورد والشوفر الامريكي. ليش؟ لان هم من يردون حمايه نفسهم وسعاده عوائلهم ومصالحهم يروحون للامريكان يجيبون ارقى طب، من يتمرضون يتعالجون بلندن وبامريكا وبالمانيا، لكن من وبهم يتعالجون بايران. سيد غيث الشيعيات يقولوا لها روحي، بس خل اكمل اسمع اكمل. من يتمرض العراقيات المقرودات الشيعيات يقولوا لها روح الفخريه بنت الحسن والخديجه بنت المدري منو وبخورات بنت الكاظم، ويخلون الشيعة طيب الكاظمين وين ما كثير مال كهرباء حاطين له حنه ومعلقين له علق.